لو عايزة تبقي مليونيرة أو عايز تبقى مليونير في خلال سنة أو سنتين، بس أنا موظف أو موظفة، فإزاي بمرتبي ده هقدر أوصل إن أنا أكون مليونيرة أو مليونير؟ لو الموضوع ده مهم بالنسبة لكم تابعوني لآخر الفيديو، هتلاقوا أفكار لأول مرة بتسمعوها هتساعدكم إن انتوا تكونوا مليونيرات في وقت قصير جدا، وممكن كمان وانتوا قاعدين في البيت. اول مثال هقوله لكم من غير استشارات ومجانا. لو انت عندك عربية وبتروح بيها الشغل كل يوم وانت رايح وانت راجع، طبعا في ظل غلاء البنزين وغلاء المواصلات انا ممكن اعمل مشروع يحقق لي دخل تاني زيادة عن طريق عربيتي. ده ازاي؟ ان انا ممكن اشوف الناس اللي في دايرة سكني او محيط سكني ويكون المكان الشغل بتاعهم جنب الشغل بتاعي، ممكن اتفق معاهم بدل ما كل واحد يروح بعربيته. والفكرة دي ممكن تكون ناس كتيرة قوي عملتها قبل كده، واخدهم معايا في العربية واوصلهم وارجعهم. ولو كان هم شغلهم مش نفس مكان الشغل بتاعي او جنبي، ممكن انزل بدري قبلها بشوية واوصلهم، وفي نفس الوقت وانا راجعة من الشغل اعدي عليهم ارجعهم. اكيد اقل واحد فيهم ممكن هيدفع لي 100 جنيه او 150 جنيه في اليوم. يعني لو انا خدت 4 معايا في العربية، احسبوها بقى، ال 150 في الاربعة بيبقوا كام في اليوم؟ بيبقوا كام في الشهر؟ هيبقوا كام في السنة؟ فكده انا زودت دخل زيادة على الدخل الراتب بتاعي، وانا ما عملتش اي حاجة جديدة خالص، ولا حطيت رأس مال، ولا فتحت بيزنس، ولا عملت اي حاجة. الافكار اللي انا عايزة اقولها لكم هتبقى كلها في نفس شبه السياق ده على المستوى الكاتيجوري القليلة او المستوى اللي هو البسيط. عندي افكار تانية كتيرة قوي ممكن تسمعوها لأول مرة تساعدكم ان انتوا توصلوا للثراء بسهولة وبسرعة، ومن غير ما تتعبوا ولا تبذلوا مجهود. حتى لو بذلتوا مجهود، المجهود ده هيضاعف عندكم الملايين والثروة بصفة كبيرة جدا، وهتكونوا انتوا مبسوطين ومرتاحين. وكمان منه ان انت بتساعد الناس اللي حواليك، ومنه ان انت بتكون صداقات، ومنه ان انت بتفيد وبتستفيد. انا هنا في ملايين بساعدكم علشان ازود ليكوا رأس المال واوصلكم لطريق الثراء بسهولة وبذكاء، زي ما بيقولوا how to play it smart. تابعوني هتلاقوا كل جديد وافكار لاول مرة بتسمعوها في ملايين او مليونز. كنت معاكم الخبيرة البنكية والمصرفية هند الحنفي. تقدر تحجز معانا استشارة مالية مدفوعة عن طريق رسائل الصفحة او عن طريق الرقم اللي موجود اسفل الفيديو.